الإنسانية والوطنية الأستاذ حمدين صباحي بنكمل. وكنت بسأله قبل الفاصل إن هو قال إن الرئيس القادم كان قبل الانتخابات، قبل إعلان النتيجة، سيكون ضعيفا طالما هناك الإعلان الدستوري المكمل. فقال لي أيوه أيوه أيوه. هو أنا اعتقادي الرئيس المنتخب ده من قبل ما تظهر النتيجة. أيوه من قبل أيا كان تصريحك كان من قبل ضعيف، وكان رأيي إنه يبقى ضعيف لسببين. سبب إن في إعلان دستوري مكمل صدر، وأنا أعربت عن اعتراضي على هذا الإعلان من اللحظة الأولى، واعتقدت إنه بيكرس هيمنة المجلس العسكري على دولة نريدها أن تكون مدنية بالفعل. يعني ايه مدنية؟ يعني لا هي علمانية ضد الدين، ولا هي دينية يسيطر عليها رجال الدين، ولا هي عسكرية، ولا هي بوليسية. تمام. دي الدولة الوطنية الديمقراطية اللي بنسميها زي دول العالم، اللي زي الدول اللي احنا نستحقها كمصريين. صحيح. دولة فيها استقرار وتنمية وعدل اجتماعي وحريات حقيقية واستقلال للقرار الوطني. تمام. فلما يجي إعلان دستوري مكمل يعطي هذه الصلاحيات قبل إعلان نتيجة الرئيس، أنا اعتبرت ده أحد عوامل إضعاف الرئيس وهيمنة المجلس العسكري، وأنا ضد إضعاف الرئيس أيا كان هذا الرئيس، لأن ده مش مصلحة البلد بغض النظر عن رأيي. صحيح. من رئيس، وضد هيمنة المجلس العسكري. هنا في سبب تاني لضعف الرئيس، إن المنافسة زي ما احنا شفناها في انتخابات الإعادة. يعني احنا عملنا انتخاب على مرحلتين. في المرحلة الأولى كان في 13 مرشح، كل واحد خد أصوات على قدر محبته عند الناس. تمام. اللي حب حد راح اداله صوته. تمام. بس ده ما كانش الوضع في انتخابات الإعادة. لا، في الانتخابات الإعادة صحيح. اللي كره حد راح انتخب اللي ضده. صحيح صحيح. انت كنت انت تحدثني عن نفسي يا اخي. مش كده؟ صحيح بالظبط. فاذا انت امام مرحله اولى حركتها فكره الاقتناع ده من الافضل. المحبه، الاقتناع، انك معاه، مع مصدقه، مع برنامجه، فاديته صوتك. في الاعاده الذي حرك المصريين، غير طبعا ان في ناس بيحبوا كل طرف، طبيعي انما كراهيه، في عدد من الاصوات، كراهيه المنافس كانت اقوى من محبه الطرف. فده معناه ان الرئيس ضعيف. ليه؟ لانه مش جايب ناس مستعده تقف وراه، ده جايباه نكايه في اللي ضده. بس ده مش كل الناس، ده نسبه. انا بقول النسبه. وانا رايي حسب الاصوات المعلنه انها النسبه الاكبر، من اكثر من الذين يعني أيدوا عن قناعة كل مرشح. طيب، في سبب ثالث بقى في ضعف الرئيس، قدرته على أن يصنع توافقا شعبيا. أنا رأيي أن لو كان ده مرسي كان عجز فشلا ذريعا في صنع. لو كان شفيق لو كان جاء شفيق لعجز عجزا فاضحا عن صنع أي درجة من التوافق معاه. مع الشعب طبعا خالص، لأن كل القوى هتبقى ضده، لأن كل القوى الفاعلة الرئيسية كانت مع الثورة، وهو كان يعبر عن موقف النظام السابق القديم. فرصة مرسي في صنع هذا التوافق أعلى، لكنها فرصة ضعيفة. ليه ضعيفة؟ بسبب ما يظن البعض ومنهم أنا من رغبة الإخوان في الاستفراد والاستحواذ والهيمنة. إذن هذا الرئيس لهذه الأسباب في الضعف، احنا من واجبنا لمصلحة وطنية أن نحرص على تقويته. لهذا أنا بطلب 3 حاجات. أولا، بطلب أن نعطي فرصة كافية للرئيس المنتخب، ورأيي إن 100 يوم اللي الرئيس المنتخب قال إن عنده برنامج فيها، إحنا كلامنا فيها يبقى كلام أقرب للإضاءة والتحذير والتنوير دون أن نأخذ موقف معارض. تمام. وإذا استطعنا، لأن ده المبدأ اللي أنا أخلاقيا ملتزم به وسأحاسب نفسي عليه، وبدعو الجميع له أيضا، واللي أنا قلته لما هنأت محمد مرسي بمجرد انتخابه، هذا المبدأ هو واللي بيقبله أيضا هو كرئيس منتخب، المبني على قاعدة إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أنا أما هنأت الرئيس المنتخب قلت له إن أنا سأبقى في صفوف المعارضة الوطنية، في صفوف الشعب. إذا أحسنت أعناك وإن أسأت قومناك. وعاوزين في أول 100 يوم نعين الرئيس المنتخب قدر على تحقيق مشروع ال 100 يوم بتاعه. وبعد ال 100 يوم احنا ربنا يدينا العمر نتحاسب ونشوف بطريقة محبة، مش بطريقة
هدامة، لأن أنا رأيي المعارضة بعد 25 يناير كثورة وبعد أول رئيس منتخب لابد أن تختلف. أنا طول عمري عايش معارض، وأنا قراري الآن أنني أبقى معارض، لكن معارضة نظام مبارك غير معارضة رئيس منتخب ديمقراطيا بعد الثورة. أنا أريد معارضة تبني قدر الإمكان مع الرئيس المنتخب طول ما فيه تحقيق لأهداف الثورة واستجابة لمصالح الشعب، هكون معاه بطريقة علنية. طب وطول ما يحيد عن أهداف الثورة ومصالح طبعا ضده على طول، هكون ضده على طول. وده منطق كيف نعينه إن أحسن وده منطقك على طول، ونقومه. ده وده منطق منطقي شغلك على طول. بس هو في سؤال، لو أراد السيد الرئيس أن يستعين بقوة مثل حضرتك وقوة أخرى عشان ما يبقاش فيه استحواذ من الإخوان المسلمين زي ما احنا بنقول، وتبقوا موجودين معاه شركاء في السلطة، مستشار، وزير، كذا كذا كذا، شوف ده شيء أعتقد ده كلام البعض يراه واجب، صحيح، واجب، والبعض يراه مرفوض. أنا بسمع الرأيين من ناس بتحبني. نعم. طبعا أنا فيما يعني أعتقده الرئيس المنتخب عليه أنه يحرص على تكوين نظام فيه أوسع شراكة وطنية، تنوع. تمام. ورأيي أنه هو محتاج يجيب رئيس حكومة لا يحسب على الإخوان، والإخوان لابد أن يكونوا شركاء في الحكومة لأنهم طرف، مش لا يقصوا ولا يهيمنوا، بس ما ياخدوش النص زي ما هم بيقولوا زي في بعض التصريحات. أنكروها كلها. وعاوزين حكومة يكون فيها سياسيين وتكنوقراط، وأفضل أن يكون على رأسها شخصية وطنية مستقلة عن أي حزب، وبالذات عن الحرية والعدالة. ومحتاج يجيب نواب يكون من بينهم قبطي وامرأة وشاب. هو أعلن ذلك. هو أعلن ذلك، وأنا بشكره لأن أنا يعني أنت لو عرض عليك منصب رئيس الوزراء توافق؟ لا، أنا ما بشكرش عشان كده، أنا بشكره لأن أول حد اتكلم عن نواب بهذه الطريقة كان أنا، وبعدين هو تبنى هو وآخرين مرشحين، فأنا بقى أحييه إنه هيعمل هذا الأمر. زي ما تبنى برضو فكرتي عن الدخول مع أسر الشهداء القصر الجمهوري، ده كلام لازم أحييه وأشكره عليه، وإن كان للشهداء حقوق أعلى من مجرد الدخول، ده أهمها إنشاء صندوق لرعاية الشهداء والجرحى والمصابين طبعا، ويكون مستقل ويكون عنده موارد هائلة ويعبر عن أرقى تكريم أدبي ومادي لهم. لكن اللي أنا عاوز أقوله إن الدعوة إلى حكومة وشراكة وطنية مهمة، ودي من المسائل التي الشراكة الوطنية ازاي إذا كنتوا كلكم بترفضوا تشتغلوا معاها؟ أنا هقول لك فيما يخصني بصراحة يا أستاذ محمود. هو أنا اتعرض عليا نائب رئيس من الرئيس من الدكتور مرسي، وأنا اعتذرت. عرض عليك بالفعل؟ هو عرض على قبل الانتخابات، قبل نتائج الانتخابات. عرض عليا أن أكون نائبا للرئيس، وأنا شكرته واعتذرت له بوضوح وبدماسة شديدة. حتى هو قال لي ده أنا هعلن الكلام ده على الهواء. قلت له إذا حضرتك عاوز تعلن بس تبقى عارف إن أنا سأشكرك وأعتذر برقة بطريقة لائقة. والأخ عبد المنعم قال نفس الكلام، لأن ده اتعرض في جلسة كنا حضرنا احنا الاثنين. بس عبد المنعم أعتقد إن هو مش تراجع، رجع يعني اتقرر موقف قراءة أخرى يعني، وقال إن ممكن أبقى نائب بشروط. ممكن. عبد المنعم رجل رشيد ووطني ومحترم ومحل محبتي وله أن يختار. أما عن نفسي فأنا موقعي الصحيح ليس أن أكون نائبا للرئيس، موقعي الصحيح أن أكون وسط الناس، وليعلم الرئيس المنتخب ان انا وانا معارض هفيده اكتر ما اكون. طب وما يمنع ان تكون وسط الناس ونائبا للرئيس؟ يمنع حاجتين. اول حاجه ان مشروع الدكتور مرسي ليس مشروعي، انا رجل اعبر عن مشروع في انحياز بفقراء هذا الوطن والغلابه اللي فيه، وفي عداله اجتماعيه اظن انها لا تتواجد عند الرئيس المنتخب، على الاقل لا تتواجد عند جماعته وحزبه، وانا عارف كيف يفكرون جيدا. نمرة 2، مش معنى كده ان احنا متناقضين، لا، هي فروق في الدرجة، فروق في الانحياز، فروق في وضوح الرؤية. فبما ان المشروع الذي يحمله مرسي يحمله الرئيس المنتخب ليس مشروعي، يبقى انا افضل ان اعينه على تطبيق مشروعه برجال يؤمنوا بمشروعه. ليه يجيبنا انا؟ يجيب ناس مؤمنة بمشروعه، وانا ساعينه كلما احسن وساعارضه كلما اخطأ بشفافية كده، وقدام ربنا وقدام شعبنا مفيش مزايده ولا في لعب سياسه في الموضوع. في الشراكه فين؟ هنتشارك لما يبقى في مجتمع قوي. انا رايي ان لا، احنا دلوقتي بنعيب على الاخوان المسلمين انهم قادمون الى السيطره الكامله،
طب لازم نقول لهم لما يرشحونا نقول لهم حاضر يلا. بس انا كويس، ما انا مش قلت لك ان في سببين انا عندي. سببين مقنعين. طيب بس انا السبب الاول ان المشروع ده مش طب واحد. انا هعمل ايه انا كمحمد السبب مرسي؟ الثاني بقى، السبب الثاني اني مش انا غير مقتنع، وانا لا اشق عن قلب احد، بس ما عنديش قناعه بيني وبين ضميري ان يبقى في شراكه حقيقيه. عارف لو انا مقتنع ان يبقى في شراكه حقيقيه، وان انا لو دخلت نائب رئيس جمهوريه هيبقى الاراء بتحسب بطريقه ديمقراطيه فعلا، كان ربما افكر. لكن انا اعتقادي ان في اعتقاد عند الاخوان المسلمين انهم افضل. ده اعتقادهم، هم بيظنوا انهم اقرب لله. طبعا انا رايي كل المسلمين متساويين، وربنا هو اللي يكشف عن القلوب. محدش يحق له ابدا ان يدعي تعليمات من ربنا، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم. هو اعلم بمن اتقى. ده تعليمات، هو اعلم. محدش يتنطط على حد، فمحدش يزكي نفسه. لا فانا بقول يا اخوانا كلنا فقراء الى الله، نسعى الى رضاه، وكلنا عيوب وبنحاول نصلح نفسنا، وكلنا بنجتهد، كلنا مسلمين زي بعض. اللي عاوز يعمل حزب ويقول كلام مستمد من الدين، دي قضيه غير العلاقه بربنا. الدين بتاعنا جميعا دين الفطره المصري البسيط المعتدل الوسطي اللي انا مؤمن بيه. فانا لا استطيع ان اشارك في سلطه، غير اني كمان عاوز اقول للناس يا اخوانا ليس كل، يعني انا معتقد ان انا من حقي اخد اي موقع بالانتخاب، والمفروض ما اخدش اي موقع الا يعني بالانتخاب مش بالاختيار. دي علاقتي بيه. لو اختارك الدكتور مرسي وعرض على حضرتك فهو في انتخاب ايضا. على اي يعني حال حققت اصوات عاليه، يعني هو الدكتور مش جايب واحد من بعيد خالص. لا، هو انا عاوز موقفي هنا يبقى واضح. عاوزين نعين الرجل دون ان نشارك في سلطته. هو عرض، وشفيق عرض عليا نفس العرض بالمناسبه، بس عبر وسيط مش مباشره زي مرسي. الاثنين قالوا تعالى نائب رئيس جمهوريه، والاثنين قلت لهم شكرا. انا شايف ان مش احنا عاوزين نعمل دوله قويه يا استاذ محمود؟ ايوه، لازم نعمل مجتمع قوي. المجتمع القوي هيتعمل ازاي؟ بقوى سياسيه اجتماعيه، احزاب ونقابات ومجتمع مدني وعمل اهلي